السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الزوهري، هل مررت بفترة شعرت فيها أن الضغوط تتراكم وأن كل يوم يشبه الذي قبله؟ قد يظن الإنسان الزوهري في مثل هذه اللحظات أن الطريق أصبح مسدودا وأن الراحة بعيدة، لكن الواقع يعلمنا شيئا مهما: أصعب المراحل قد تكون أكثرها قدرة على تغيير الإنسان الزوهري من الداخل، ليست لأنها تضمن نهاية معينة، بل لأنها تكشف لنا ما نملكه من صبر وما نستطيع تعلمه، وكيف يمكن أن نعيد ترتيب أولوياتنا. في هذه الحلقة سنتحدث عن الإشارات التي تدل على أنك تنضج نفسيا وإيمانا بعد فترة من التعب، وكيف تستعيد توازنك خطوة بخطوة، وما العادات التي تساعد على استعادة الطمأنينة والثبات. إذا كنت تشعر بأنك تحمل هموما كبيرة فابقى معي حتى النهاية، لعل هذه الحلقة تكون بداية نظرة مختلفة لما تمر به، وتذكيرا بأن الأمل لا ينقطع، وأن الزوهر المؤمن يجمع دائما بين حسن الظن بالله والعمل والصبر. فهيا بنا لنبدأ رحلتنا وندخل مباشرة إلى الفصل الأول. عندما تشعر أن كل شيء يثقل قلبك لا تستعجل الحكم على حياتك. السلام عليكم أيها الزوهريون، أيها البذور النجوم، يا عمال النور. هناك مراحل في الحياة يظن الإنسان الزوهري في أن كل الأبواب قد أغلقت، يستيقظ وهو يحمل هما، وينام وهو يفكر في الغد، ويشعر أن الضغوط لا تمنحه فرصة يلتقط أنفاسه. لكن اسأل نفسك، كم مرة مررت بفترة صعبة ثم بعد أشهر أو سنوات نظرت إليها فوجدت أنها علمتك ما لم تكن لتتعلمه في أيام الراحة؟ هذه ليست دعوة إلى تجاهل الألم ولا إلى إنكار التعب، بل هي دعوة إلى أن لا تجعل اللحظة الحالية تحكم على مستقبلك كله. فالإنسان الزوهري قد يرى جزءا صغيرا من الطريق، بينما تتغير الظروف مع الأيام ومع السعي ومع الدعاء ومع الصبر. يا أيها الزوهري، من رحمة الله بنا أنه لم يخلق الحياة على حال واحدة، فالفرح لا يذوم كما أن الحزن لا يذوم، والشدة لا تبقى إلى الأبد كما أن الرخاء يحتاج إلى شكر. ولهذا لا تجعل الضغوط تقنعك بأنك لن تتجاوزها، بل اجعلها سببا لتقترب أكثر من الله وتراجع أولوياتك وتعتني بنفسك وتواصل الأخذ بالأسباب. تذكر دائما، قد لا تستطيع تغيير كل ما حولك اليوم، لكن تستطيع أن تغير طريقة استجابتك لما يحدث. يمكنك أن تبدأ يومك بالصلاة والدعاء، وأن تمنح نفسك وقتا لقراءة القرآن، وأن تنظم يومك، وأن تتحدث مع شخص تثق بحكمته إذا احتجت إلى النصيحة. هذه الخطوات قد تبدو بسيطة، لكن أثرها يتراكم مع الوقت. وفي نهاية هذا الاختبارات التي تكون صعب، أريدك أن تحمل معك فكرة واحدة: لا تجعل التعب الذي تعيشه اليوم يمنعك من رؤية الفرص التي قد يصنعها الله لك غدا. وفي الفصل القادم سنتحدث عن كيف يحافظ الإنسان الزوهري على الأمل عندما تتأخر النتائج، ولماذا يكون الصبر مع العمل من أعظم أسباب الثبات والسكينة. الفصل الثاني: عندما يشتد الضغط لا تنسى أن الله يرى ما لا يراه أحد.
أحب أن نعطيكم بعض الحلقات فيها قوة نفسية وقوة طاقية إيجابية لجميع الزوهريون لكي تنمو فيكم الطاقة الإيجابية. أيها الزوهري، قد تمر أيام تشعر فيها أن أحدا لا يفهم ما يدور في قلبك. تحاول أن تبدو قويا أمام الناس، لكن في داخلك معركة لا يعلمها إلا الله. وهنا يأتي السؤال: إلى من تلجأ عندما يعجز الجميع عن فهمك؟ الجواب واضح: إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم همك قبل أن تنطق به، ويعلم دمعتك قبل أن تسقط، ويعلم ضعفك حتى وإن أخفيته عن الناس. ولهذا إذا ضاقت بك الدنيا فلا تجعل أول باب تطرقه هو باب الشكوى إلى الخلق. ابدأ بمناجاة الخالق واسأله أن يشرح صدرك وييسر أمرك ويرزقك الثبات والسكينة. وتذكر كل دعاء صادق يقربك من الله، سواء رأيت أثره سريعا أم تأخر ما تتمناه. الفصل الثالث: لا تقارن رحلتك برحلة غيرك. هذه أخطاء شائعة يقع فيها الزواليون عندما يقارنون رحلتهم برحلة غيرهم. أنتم مصطافون، أنتم عمال النور، أنتم بذور النجوم. أيها الزوالي، من أكثر الأسباب التي تسرق راحة القلب أن ينظر الإنسان الزوالي إلى حياة الآخرين وينسى النعم التي بين يديه. ترى نجاح هذا ورزق ذاك واستقرار غيره فتظن أن الجميع يعيشون حياة كاملة، لكن الحقيقة أن لكل إنسان زواري ابتلاء لا يراه الناس. فلا تجعل المقارنة تسرق منك نعمة الرضا. اعمل واجتهد واسأل الله من فضله، لكن لا تجعل حياتك مرهونة بما عند الآخرين. الفصل الرابع: الطمأنينة تبدأ من الداخل. أيها الزوهري، قد يتغير المكان وقد تتغير الظروف، لكن إذا كان القلب مضطربا فلا يجد الإنسان الزوهري راحته. ولهذا احرص على أن يكون لك وقت تخلو فيه بنفسك. اقرأ شيئا من القرآن، اذكر الله، أغلق هاتفك لدقائق، راجع يومك. هذه العادات بسيطة قد تكون سببا في استعادة هدوئك بإذن الله مع الاستمرار في الأخذ بالأسباب. الفصل الخامس: لا تستسلم بسبب يوم صعب. أيها الزوهري، اليوم الصعب ليس نهاية القصة، بل قد يكون بداية مرحلة تتعلم فيها الصبر وتكتشف فيها قوة لم تكن تعرفها في نفسك. كم من شخص زوهري ظن أنه لن ينهض ثم نهض، وكم من إنسان زوهري اعتقد أن الأبواب أغلقت ثم فتح الله أبوابا أخرى لم يكن يتوقعها. لذلك لا تجعل لحظة ضعف توقف مسيرتك ولو بخطوة صغيرة. الفصل السادس: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. أيها الزوهري، قد تشغل بأمور الحياة حتى تنسى أعظم ما يطمئن القلب: ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله. هذه الكلمات ليست مجرد ألفاظ، بل عبادات عظيمة تزيد صلة العبد بربه وتبعث في القلوب السكينة، فاجعلها رفيقة يومك. الفصل السابع: أحسن الظن بالله دائما. أيها الزوهري، قد لا تعرف لماذا تأخر أمر تتمناه، لكن تعلم أن الله حكيم، ولهذا لا تيأس. خذ بالأسباب، واصل الدعاء، واعمل بإتقان، ثم فوض أمرك إلى الله. فالمؤمن الزوهري يعيش بين السعي والرجاء ويثق بأن الله يختار له الخير. الفصل الثامن: سامح لتستريح. أيها الزوهري، ليس التسامح تبريرا للخطأ ولا تنازلا عن الحقوق، لكنه أحيانا تحرير القلب من حمل ثقيل. فلا تجعل الكراهية تسكن قلبك سنوات.
ادعو الله أن يرزقك قلبا سليما، واعفو عندما يكون العفو خيرا، وأصلح ما استطعت. الفصل التاسع: النعمة التي لا يراها كثير من الناس. أيها الزوهري، إذا استيقظت اليوم وأنت تستطيع أن تصلي وتتنفس وترى، فقد أنعم الله عليك بنعم عظيمة. لا تجعل اعتيادك عليها ينسيك شكرها، فالشكر يريح القلب ويزيد القلب تقربا إلى الله، ويجعلك أكثر رضا بما قسمه الله لك. الفصل العاشر: اجعل كل يوم بداية جديدة. أيها الزوهري، مهما كان ما مضى فإن اليوم فرصة جديدة. تب إلى الله إن أخطأت، واصل التعلم إن قصرت، وأصلح ما تستطيع إصلاحه، فأفضل وقت للبداية الخير هو الآن. الفصل الحادي عشر: أيها الزوهري، إذا أعجبك هذا الفيديو وهذه الرسالة واحدة ستكون لك قوة إيجابية. لا تجعل ضغوط الحياة تطفئ نور روحك ونور زوهريتك ونور قلبك ونور الأمل في قلبك. أيضا تمسك بصلاتك وأكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله، وأعمل بما تستطيع من الأسباب. فراحة القلب لا تأتي من معرفة ما سيحدث غدا، بل من الثقة بالله والرضا بحكمته والاستمرار في طريق الخير. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الطمأنينة والثبات وحسن التوكل عليه، وأن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان، وأن يوفقنا لكل خير. الفصل الثاني عشر: لا تحمل قلبك ما لا يطيق. أيها الزوهري، ليس كل ما يحدث حولك يستحق أن يحملها قلبك. هناك أخبار تسمعها، ومواقف تراها، وكلمات تمر عليك، ولو احتفظت بها جميعا لأثقلت روحك. تعلم أن تترك ما لا تستطيع تغييره، وركز على ما تستطيع إصلاحه. فراحة القلب تبدأ عندما يعرف الإنسان الزوهري أين يبذل جهده وأين يفوض أمره لله. الفصل الثالث عشر: قوة الدعاء في كل وقت. أيها الزوهري، الدعاء ليس للمحن فقط، بل هو عبادة في الرخاء والشدة. اجعل بينك وبين الله حديثا لا ينقطع. ادعه في الصباح، ادعه في المساء، وعند الفرح وعند الحزن، فالدعاء يقوي صلة الزوهر النوراني العبد بربه، ويذكره دائما بأنه ليس وحده في مواجهة الحياة، أن الله معنا. ألم يقلها خير البشرية: لا تخف إن الله معنا. أيها الزوهريون، لا تخافون إن الله معنا. رغم نباح أبو نبيحة، رغم صم وعمي وبوكم أحفاد أبو جهل، تقدموا واستمروا وكونوا أقوياء، سيهزمون. الفصل الرابع عشر: لا تجعل الماضي يقيد خطواتك. كم من إنسان زوهري بقي أسير خطأ قديم أو قرار ندم عليه. لا تجلد نفسك، الماضي مات والحاضر حي والمستقبل قادم جميل جدا. حتى نسي أن الله فتح له باب التوبة وباب التعلم وباب البداية الجديدة. تعلم من الماضي لكن لا تعش فيه، فكل يوم يمنحك الله فرصة لتكون أفضل. الفصل الخامس عشر: ازرع الخير حيثما كنت. ابتسامة صادقة
مساعدة محتاج، كلمة طيبة، كلها أعمال قد تبدو صغيرة لكنها عظيمة عند الله. ولا تعلم أي عمل صالح يكون سببا في خير كبير لك أو لغيرك، فلا تستهن بأي معروف. الفصل السادس عشر: اصنع بيئة تعينك على الخير. اختر من يجلس معك. عندما تختار من يجلس معك أيها الزواري، أقسم برب العزة سوف تستعيد قوتك، وستستعيد نورانياتك، وستستعيد طاقة النورانية لأختامك النورانيين الربانيين. عندما تختار من تجلس معهم يكونون إيجابيين، والله حياتك ستكون إيجابية، والله ستكون أقوى في العالم المادي والأثري. واختر ما تسمع إليه أو ما تستمع إليه. اختر أشخاص تستمع إليهم كلهم طاقة إيجابية، كلهم أسرار نورانية إيجابيين. استمع إلى فيديوهات في قنوات أو تلفاز، ولكن لكل من هو إيجابي. واختر ما تشاهده. عليك أن تختار الأشخاص الذين تشاهدهم على السوشيال ميديا يكونون أقوياء في طاقتهم الإيجابية. عندما يتكلم تحس أن جسدك يتغير تدريجيا في طاقته السلبية. وللأسف هناك زوهريون يضعون أسماء لصفحاتهم على السوشيال ميديا ويعتقدون أنها خلاص كلمات. عليك إذا أردت أن تنشئ قناة أو صفحة فيسبوك أن يكون الاسم إيجابي. هناك من يكتب أمير الحزن، يحزن حياته كلها لأن عقله للجسد الأثري ولروحه هو ما فكر شيطان عقله شيطاني. أمير الحزن، أمير الظلام. لماذا لا تكتب شفاء؟ لماذا لا تكتب زهرة، وردة، كون، طاقة؟ هذه جميل. اكتب، اختر اسم يكون طاقي، واختر ما تشاهده. فالإنسان الزوهري يتأثر بما يحيط نفسه به. واجعل وقتك مليئا بما ينفعك في دينك ودنياك. الفصل السابع عشر: إذا أخطأت فارجع إلى الله، إياك أن تجلد نفسك. عندما تكون لديك نفس أمارة بالسوء وغادرها، ولا تدخل إلى النفس اللوامة، ادخل مباشرة إلى النفس المطمئنة. كل ابن آدم يخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. فلا تجعل الذنب سببا للابتعاد عن الله، بل اجعله سببا للرجوع إليه والاستغفار والإصلاح. فباب التوبة مفتوح، والله يحب التائبين. الفصل الثامن عشر: النجاح الحقيقي. ليس النجاح في كثرة المال وحده، ولا في الشهرة، ولا في مدح الناس. النجاح الحقيقي أن تنام وقلبك مطمئن، وأن ترضى الله بما تستطيع، وأن ترضي الله بما تستطيع، وأن تكون نافعا لمن حولك. الفصل التاسع عشر: اصبر على الطريق. كل طريق يستحق الوصول إليه يحتاج إلى صبر. فإذا تعثرت فقم، وإذا أخطأت فتعلم، وإذا تأخرت النتائج فلا تتوقف عن العمل. فالخطوات الصغيرة المستمرة تصنع الإنجازات الكبيرة مع مرور الوقت. الفصل العشرون: اجعل الأمل عادة. الأمل ليس تجاهلا للواقع، بل هو الثقة بأن الله يعين عباده الصالحين. الزوهريون بذور النجوم،
أصحاب القلوب الطيبة عمال النور، الله دائما معنا، وأن الغد قد يحمل فرصا جديدة، فاستقبل كل يوم بقلب مؤمن وعقل يعمل ولسان يذكر الله، ولا تسمح لليأس أن يسرق منك قوة الاستمرار. الفصل 21. أيها الزوهري، إذا وصلت إلى نهاية هذه المرحلة فاحمل معك 3 وصايا. تمسك بصلاتك بالله، خذ بالأسباب ولا تيأس إذا تأخرت النتائج. اجعل قلبك ممتلئا بالرجاء وعقلك حاضرا وعملك مستمرا. قد تمر الحياة بأيام سهلة وأخرى صعبة، لكن الزوهري المؤمن يجد في الإيمان والدعاء والعمل الصالح زادا يعينه على مواصلة الطريق. أسأل الله أن يرزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك لنا في أيامنا ويثبتنا على الخير، ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بما يقدره سبحانه من خير. وإذا وجدت هذه الحلقة ما نفعتك كثيرا فلا تنسى دعم القناة بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع من تحب، فالكلمة الطيبة قد تكون سببا في نشر الأمل والتذكير بالله. أحبكم في الله أيها الزوهريون، عمال النور، أصحاب القلوب الطيبة، بذور النجوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.